بسم الله الرحمن الرحيم. شاشة فريش 32 بوصة. هنشوف المشكلة بتاعتها ايه دلوقتي، والموديل اللي هيظهر لك على الشاشة حالا زي ما احنا شايفين كده. إضاءة باهتة جدا بعد الفصل. طبعا العطل دوت الدنيا كلها هتحكم عليه ان هو باك لايت، وطبيعي ان كلنا هنروح نشتغل في الباك لايت. بس تابع الفيديو كويس، عشان في اخر الفيديو انا هدي نصيحة مهمة جدا للمبتدئين او الفنيين عموما وللزباين في اخر الفيديو. طبعا عشان نشتغل هنفك الظهر بتاعنا عادي جدا زي ما اي حد بيعمل. الفحص البصري طبعا عليه عامل. هنبص نلاقي مكثف في سكة الباك لايت منفخ، ومكثف في سكة ال 12 منفخ. طبيعي ان احنا هنغيره. وفي نصيحة دايما بنديها للمبتدئين عندنا، ان لما تفتح وتلاقي مكثفات، طبعا دي مش دي النصيحة اللي في اخر الفيديو طبعا، مكثفات منفخة ايا كان العطل اللي انت شغال فيه غيرها، وبعد ما تغيرها جرب. فهنحل كده البوردة عشان نغير المكثفات ديت، وبعدين ننفذ النصيحة بتاعتنا للناس ونجرب ونشوف النتيجة هتبقى ايه. كالعادة طبعا الميكروفونات دي ما بتشتغلش غير لما اجي أنا اصور، فعادي بقى اتعودنا من ايه، من الموضوع ده على كده. تيت والبيت والميكروفونات والكلام الوجع القلب ده. لا اله الا الله. طب ابطل اصور يعني ولا اعمل ايه؟ هنحل طبعا البوردة ونوسع لنفسنا بقى كده ونشتغل. طبيعي ان احنا بنجدد اللحام بتاعنا. الشكل ده كده. ادي اول واحد، ده 470 على 25. والتاني تاني 100 على 63. هننضف طبعا مكانهم. تنضف بقى بشيلد، تنضف بشفاط، اللي انت عايزه. ما تنضفش انت حر. يا رب. في حاجات بتبقى غير قابلة للتشفيط كده يعني، تبقى رزالة يعني كده. هنجيب ال 470
على 25 هنحط هنا 470 على 50. عارفين طبعا لما بنزود الفولت مش مشكلة. هكذا. زي الفل. والتاني 100 على 63 اللي هو في سكة الباك لايت كده. بأكد لك إن في آخر الفيديو في نصيحة للفني المبتدئ أو الفني بصفة عامة، وفي نصيحة للزبون عشان في زباين بتتفرج برضو علينا بالشكل ده كده. الحاجات الرجول اللي انا بقطعها ديت من المكثفات او المقاومات والكلام ده انا بحتفظ بيها، بتنفع. نرجع العازل ده. العازل ده مهم يا جماعة عشان بتبقى فيه شحنات كده الكترونية مؤذية شوية بتأثر على الباورات، فبتلاقي العازل ده تحت الباور. هنقفل ونجرب. قفل حتى بمسمارين بس مش مشكلة. بالشكل ده. زي ما قلنا اي مكثفات بنقابلها في سكتنا منفخة بنغيرها وارجع تاني اجرب قبل ما اعمل اي حاجة. فانا كده هجرب. لمبة حمراء. نقلب الشاشة بس ثانية واحدة عشان نشوف هتفتح معانا ولا مش هتفتح معانا. بسم الله. ندوس على زرار الباور، نخفف كده الإضاءة دي. بسم الله. الشاشة فتحت ولا طلعت ليدات ولا طلعت أي حاجة. طبعا احنا هنحط عليها صورة وهنرجع لكم تاني ونجرب الشاشة برضو شوية وبعدين نقول لكم على النصيحة اللي قلنا عليها في آخر الفيديو. تابعوا معايا. كده حطينا صورة اهيت. ادي الشاشة الفريش بتاعتنا بعد ما خلصنا وشغلناها طبعا وقت مناسب جدا. هقول لك انا بجرب او بصورها لك كده تاني يوم. فاتمنى بص بقى النصيحة بقى اللي كنت عايز اقولها لك في الاخر للزبون او للفني. الزبون ابدا بالزبون، ما تسألش الفني من غير ما يفحص على تكلفة وعلى ايه الاسباب. نصيحة، لانه اساسا مش شايف حاجه. يعني انا لو ممكن لو جات لي الشاشه ديت كنت هقول لك عيب اضاءه، فاي حاجه 500 600 700 الف زي ما يكون التكلفه، وفي الاخر لو مفيش ضمير هاجي اغير او اصلح الجزء اللي كان فيها في الانفرتر او المكثفات اللي بايظه او وحاسبك وخلاص. دي كده. فيعني اتقي الله في نفسك واتقي الله في الفن اللي انت رايح له. سيبه يفحص ويقول لك على التكلفه عشان ما تتخدعش. وبالنسبه للفني، اوعى تدي حد مبلغ ما من غير فحص كويس. اللي عاجبه يسيب لك الشاشه تفحصها كويس وبعدين تتصل بيه تقول له التكلفه عاجبه. اللي مش عاجبه بنقصه، عشان لو قلت له جنيه هيتعلق فيك، قلت له 10 هيقول عليك حرامي.
اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب، شرفتوني.